السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهاردة هعمل معاكم العيش الشامي. هعمله بخطوات سهلة جدا وبسيطة، وهقولك بقى على العجينة المظبوطة اللي تخلي معاكي العيش كله يرتفع. انا عايزاكي بقى تجربيه، طريقته سهلة جدا وتقدري تحضريه وانت واقفة في المطبخ، وكمان تسويه على عين البوتاجاز. تقدري بقى تعملي كمية كبيرة وتفرزيها لسحور رمضان، بدل بقى ما تشتري عيش كل يوم. اعملي كمية كبيرة وفرزيها، كل سنة وانتوا طيبين، هتنفعك طول شهر رمضان. وكمان انا عايزاكي تنسي الفينو، طعمه بجد احلى من الفينو بكتير، طري جدا زي الفينو من جوه، وكمان سمكه من فوق زي من تحت. بس يا ريت قبل ما نبدأ، يا ريت لأول مرة تشوفيني، يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناة علشان يوصلك مني كل جديد. في الأول كده هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. انا هعجن بحليب وميه، بس لو حابه تستغني عن الحليب تنزلي بالمقدار كله ميه. في الاول كده انا نزلت 200 جرام ميه دافيه، وعليهم 200 جرام حليب دافي، معلقتين سكر كبار، معلقه خميره فوريه كبيره. قلبت في الاول بالمضرب علشان اتاكد ان الخميره نشطه ولا لا. عملت معايا كده فقاعات وكمان ريحتها ظهرت. بعد كده بنزل بقى بمعلقتين زيت، بس ما نكترش زيت علشان العجينه ما تعملش معانا زي عجينه القرص الفلاحي، ونيجي نسوي العيش يستوي وما يرتفعش. احنا عايزين العيش يرتفع وكمان طعمه يبقى حلو. بعد كده بنزل بقى بالدقيق، والدقيق انا نخلاه في الاول، ومع الدقيق كده هنزل بقى برشة ملح، وما ننساش الملح علشان بيظبط معانا اي معجنات. انا هعمل النهارده معاكم كيلو، بس انا عايزاكي بقى ساعة ما تعملي ضعف كده المقدار اللي احنا بنعمله، علشان بجد العيش طعمه بجد تحفة. جبت مكان الحليب، جبت كده 200 جرام ميه، وهنزل بقى بالميه واحده واحده، وهقولك في نهايه العجين هي اخدت معايا سوائل قد ايه بالظبط. يعني في الاول انا ما نزلتش الا ب 400 جرام، وكل بقى ما العجينه احتاجت معايا كده نزلت واحده واحده. يا ريت بقى نمشي على نفس خطوات العجين، ونخلي العجينه يابسه في الاول، وبعد كده هنطريها، بس مش مره واحده، هنطريها واحده واحده. العجينة الطرية في الأول بتغلب في العجين، وتلاقي بقى في التشكيل تتلزق وتغلبنا جدا. فاحنا عايزين نظبط العجينة، نخليها بقى عجينة في الوسط، ما تبقاش طرية قوي ان هي بتلزق، ولا تكون يابسة جامد، تبقى عجينة كده في الوسط. انا عايزاكي في اي معجنات تمشي على نفس خطوات العجين. عجين العجينة يابسة في الأول، وبعد كده طري فيها واحدة واحدة. العجينة الطرية هتغلبك، وبعد كده نحتاجت معاكي دقيق. هتلاقي في أي معجنات هتضيفي لها دقيق المكونات هتبوظ معاكي خالص. أما لو عجنتيها عجينة يابسة ورجعتي اضطريتي فيها واحدة واحدة، كده بتصلي للعجينة المظبوطة، والمكونات بتبقى مظبوطة معاكي مش بتبوظ. اللهم بارك. شايفين بقى شكل العجينة في النهاية؟ عجينة كده ناعمة، كمان طرية، بس ما فيهاش تلزيق جامد، علشان بس العيش يبقى طري وكمان يرتفع كله. المية بقى اللي فضلت معايا، فضل معايا كده 50 جرام. يعني انا ضفت كوبايتين في الاول، والكوباية التالتة نزلت بيها واحدة واحدة. لو مفيش ميزان، الكوباية اللي معايا كده بتشيل 200 جرام. يعني تخلي بقى كوبايتين كده ونص تعجني بيهم، والنص الكوباية التاني تنزلي واحدة واحدة، وعلى حسب نوع الدقيق. يعني في دقيق بيبقى ليه عرق قوي فبيشرب سوائل كتيرة. اخدت بقى معايا سوائل قد ايه بالظبط على الميزان؟ اخدت 470 جرام، وزي ما قلتلك على حسب نوع الدقيق اللي انت بتعجنيه. بعد كده على طول اخر ما بنخلص عجين، بنقطع بقى الكمية كلها، بنرش بقى في الصواني اللي احنا نقطع فيها رش الدقيق. ولو لقينا في العجينة تلزيق كده على الوش، بنحطها في الدقيق، وبعد كده بنكورها ونقفل التكويرة حلو. يعني عملت الكورة قد الليمونة الوسط، عملت الكيلو 28 رغيف. هغطيهم بقى اخر ما بخلص، بغطيهم بالكيس علشان ما يعملوش معايا طبقة ناشفة. وبناخد اول قطعة. كل بقى ما العجينة هترتاح، كل ما هتبقى سهلة جدا في الفرد. بس في بقى خطوة مهمة جدا في الفرد علشان الرغيف كله يرتفع. اول ما بناخد قطعة العجين، بنضغط عليها من الوسط، بنطلع لبره لحد ما العجينة توسع معانا. وبعد كده بالنشابة بنجيب برضو من وسط العجينة لجوه، علشان عايزين سمك العجينة يكون كلها واحدة، ما يكونش جنب رقيق وجنب تخين، او الحروف معانا رقيقة قوي علشان ما ينشفش معانا واحنا بنسوي. بعد كده هعمل القطعة التانية. شايفين بقى الفرد؟ لو لقينا تلزيق في العجينة، بنرش رش دقيق على الوش، ولو لقينا برضو تلزيق من تحت بنرش رشة. ولو فردنا الرغيف ولسه فيه دقيق، نفضيه وبعد كده رصيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت بقى لو لسه بتشوفيني، يا ريت تدعميني بلايك جميل منك. يلا بقى حطوا لايك وتعالوا نكمل مع بعض بقية الخطوات. لغاية كده احنا العجينة ما سبناهاش خمرت، يعني اول ما خلصنا عجين قطعناها، وبعد التقطيع على طول الفرد.
بعد ما بنخلص بقى فرده خالص، بنرصه بقى على الطبلية او على ترابيزة، وبنغطيه بملاية العجين ونسيبه لما يخمر. شايفين بقى سمك الرغيف؟ منخلوش رقيق قوي علشان يرتفع معانا، ومنخليش سمكه تخين. لو سمكه تخين معاكي قوي هتلاقي الرغيف بيستوي بس ما بيرتفعش. فنخلي بقى سمك الحاجة كده في الوسط، ما يكونش رقيقة قوي ولا تخينة قوي. انا عملت معاكم بقى كذا رغيف. اهم حاجة لو في دقيق نفضيه قبل ما بترصيه. جبت بقى الطبلية وفرشت عليها ملاية عجين، وبحط بقى الرغيف جنب الرغيف علشان لسه هغطيه وهسيبه يخمر. شايفين بقى؟ اللهم بارك، سمكه كده في الوسط، وكمان بنحاول ان احنا نخليه مدور علشان يرتفع معانا ويبقى مظبوط. بعد بقى ما بنخلص الكمية كلها بنغطيها كده بالملاية وبنسيبها لما تخمر. اهم حاجة وقت الخمر ما نستعجلش عليها خالص ونقوم نسويه. انا سبته كده نص ساعة. اول ما لقيته اختمر قمت بقى شغلت الفرن يسخن. اول ما سخن انا وطيت البلاطة خالص زي الشمعة، وخليت الجنوب وسط. دخلت بقى اجرب كده 4 ترغفة. لو لقيت بقى سمك الرغيف من فوق زي من تحت يبقى كده العيش اختمر. هكمل بقى بقية التسوية. لو لقينا بقى سمكه من فوق رقيق قوي ومن تحت تخين يبقى لسه ما اختمرش. نسيبه شوية ونرجع نسويه. ولو هتسويه على عين البوتاجاز بتسويه في طاسة تكون تقيلة، يعني تكون طاسة كده تيفال أو طاسة ألمونيا بس تكون تقيلة. وبعد كده بنسيبها تسخن. أول ما بتسخن بنوطي النار خالص. بنجيب الرغيف بنشيله بالراحة خالص علشان منفشش الخمر. بنحطه في الطاسة. أول ما لون العجين بيختفي بنقلبه للجنب التاني. يعني في الأول بنشمع الرغيف. بعد كده هنلاقي بقى الرغيف ارتفع كله مرة واحدة. واللهم بارك. هتكملي بقى بقية التسوية. هيبقى معاكي العيش طري، بس اللي بتسويه بتغطيه بالفوطة على طول. ولو هتسويه في فرن البوتاجاز هتمشي على نفس الخطوات. انا كده خلصت التسوية. اللهم بارك. شايفين بقى شكل الرغيف؟ عطي اللون الذهبي. يعني التسوية لازم نسويه كده، ما نطلعوش اللون ابيض علشان يبقى طعم العيش حلو معانا. عطى اللون الذهبي. كمان اول ما بتطلعيه وتخرجيه من الفرن بتغطيه بفوطة. بس انا علشان خاطر التصوير بوريكي. بس العيش كله ارتفع اللهم بارك. وتسويته كمان تحفة بجد. يعني تنسي الفينو خالص. طعمه احلى من الفينو بكتير. وشايفين بقى سمك الرغيف من فوق زي من تحت. لو العيش منفض هتلاقي بقى السمك من تحت تخين قوي، ومن فوق بيكون رقيق واتحرق. اللهم بارك، سمك الرغيف من فوق زي من تحت. يبقى كده السوا مظبوط، وكمان اللهم بارك كل خطواتنا مظبوطة. والعيش كمان طري. انا عايزاكي بقى تجربيه بس تمشي على نفس الخطوات علشان العيش يطلع معاكي في الاخر. اللهم بارك يطلع معاكي تحفة. بعد ما بنخلص الكمية كلها بنلمها في أكياس ونفرزها. وللاستعمال بنص ساعة بنطلعها. اللهم بارك العيش بيبقى طري. وبجد طالع تحفة. بتمنى بقى انه يكون شرحي بسيط، واتمنى ان تعملي بلايك واشتراك للقناة. استناني في فيديو جديد.